خلاص خلصت يا ريس، خلاص خلصت ما فيهاش. الزمالك خد الدوري وبيراميدز كسب وراح دوري ابطال افريقيا زيه زي الزمالك، واحنا رحنا كونفدراليه. في الاخر رسميا النادي الاهلي الى الكونفدراليه. خلصت خلاص، ما كانش فيها اصلا، ما كانش فيها. تعالى بقى يا مدرب النيل، انت السبب، منك لله. والله العظيم منك لله. انت جاي تفوق لي بعد ايه؟ انت دلوقتي جاي تفوق لي بعد ايه؟ النهارده بتلعب ماتش المصري ضاغط من اول دقيقه، جايب جون من اول دقيقتين وبتضغط وبتلعب، والشوط التاني لعبه كامل وخمس دقايق من الشوط الاول منقوص العدد وبتلعب وفي رجوله في الملعب. بعد ايه؟ بعد ايه يا عم؟ انت كان فينك من بدري من اشرف بن شرقي مهاجم. قعدنا نقول اشرف بن شرقي مهاجم، اشرف بن شرقي مهاجم، اشرف بن شرقي مهاجم، ما فيش خالص. هو البعيد ايه ما بيفهمش؟ ده انت احلى حاجة حصلت في الدوري كله بعد ما خلص ان انت ماشي. احلى حاجة حصلت في الدوري المصري كله بعد ما خلص ان انت ماشي. لك ان تتخيل ان انت خليت الكومبارس ياخد الدوري. بسببك الكومبارس خد الدوري وبيراميدز راح دوري ابطال، واحنا نروح نلعب كونفدراليه، واحنا مش مبسوطين اللي احنا نروح نلعب كونفدراليه. كونفدراليه ايه اللي نلعب فيها؟ كونفدراليه ايه اللي هنروح نلعب فيها؟ ده دوره رمضانيه. والله العظيم دوره رمضانيه. وعمرنا ما هنقول عليها افريقيا زي اللي موجودين دول. اصل هو بيقعد يحفل عليك ان انت راح تلعب كونفدراليه، وهو من يومين اتنين بيقول لك الكونفدراليه دي رقم واحد، وعمال يعيط بالدموع عليه. كانوا بيعيطوا بالدموع على الكونفدراليه دي. فما تسمعش كلامهم، احنا بنمشي ورا كلامنا احنا زعلانين على النادي الاهلي بتاعنا احنا. بص على الجماهير النهارده. امل الاهلي في الدوري النهارده كان 1%. 1% ان الاهلي يفوز بالدوري. شوف الجماهير شكلها عامل ازاي في الملعب. شوف الجماهير طول ال90 دقيقة بيشجعوا بحماس ازاي. الجماهير موجودة من قبل الماتش ب3 ساعات. الجماهير موجودة في الاستاد من قبل الماتش ب3 ساعات. دي فرقة دي فرقة جماهيرها جاية تشجعها، وهي عندها 1% حظوظ في الدوري. 1% وحظوظ، يعني ال1% دي حظ كمان. 0%. ما هو الزمالك ما كانش هيروح يخسر لك من سيراميكا، وانت ما كنتش هتروح تتعادل. يعني ما بيراميدز ما كانتش هتروح تتعادل لك او تخسر لك من سموحه يعني. ده انا استغربت لما سموحه جابت الجون التاني يا راجل. انا استغربت لما سموحه جابت الجون، لما جابت جون التعادل. والله استغربت وعرفت ان بيراميدز كده كده هتكسب. احنا كنا نلعب كده من الاول، كنا نخلي مصيرنا في ايدينا، لكن خلاص خلصت. خلاص خلصت يا ريس. الزمالك خد الدوري، بيراميدز راح دوري الابطال، وانت في النهايه بعد كل ده كونفدراليه. هي اللعيبه دي مش هيتكسر عينها غير بكده، اللي هم يروحوا يلعبوا كونفدراليه. وقلنا من بدري حسين الشحات وطاهر يلعبوا. اللعيبه بملايين اللي ما بتديش دي تقعد. اللعيبه دي تقعد تركن. من بدري قلناها حسين الشحات وطاهر يلعبوا. النهارده طاهر محمد طاهر ما شاء الله عليه روح. بيلعب بروح. شوف النهارده مروان عطيه، نجم اللقاء من وجهة نظر مروان عطيه. مروان عطيه النهارده انا اتمنى له، طبعا اللعيبه هتطلع على المنتخب، انا اتمنى لمروان عطيه ان هو يكون مع المنتخب 100 100. اتمنى ان هو يعمل اداء ويشرفنا في كاس العالم بجد، لان ده يستحق. ده لاعب يستحق. الزمالك خد الدوري، احنا بنكسب بشأنها يا صبري. احنا بنكسب بشأنها يا صبري. احمد بالحاج نظامه ايه؟ احمد بالحاج اللي لو كان جاب ضربة الجزاء نظامه ايه طيب؟ لو كان جاب ضربة الجزاء سيراميكا ما كانتش ممكن تجيب التاني والتالت. ايه يا بالحاج؟ قولي لي كده، هو بالحاج كان بيلعب فين؟ ايه؟ لما بيلعب في الاهلي وبيضيع ضربة جزاء قدام الاهلي بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ سمعوني. ما تسمعوني كده. واخطاء من مدافعين سيراميكا. ايه الاخطاء دي؟ ايه الخطأ ده يا سعد يا سمير؟ ايه الاخطاء دي بجد؟ هو في كده؟ هو في كده يا جدعان؟ مبروك يا محمود يا وفا. مبروك يا محمود يا وفا. أديت مهمتك على أكمل وجه. مبروك. وسبحان الله يا أخي. سبحان الله. قبل أي حاجة حسبي الله ونعم الوكيل فيك. منك لله. سبحان الله. من ساعة ضربة جزاء اللي انت رحت وقفت ساعة على الفار تبص عليها وتشوف لها مبرر اللي انت ما تحسبهاش. كل يوم بتتعاد في دوري مختلف، وكل يوم في ماتش مختلف، واخرها في ماتش الاهلي والمصري النهارده. وامين عمر عشان هو امين فعلا. موقفش على الفار 3 ثواني. موقفش على الفار 3 ثواني.
لانها ضربة جزاء علني مش محتاج. علشان كده ربنا كافئ امين عمر ده اهو بان هو يروح كاس العالم. ربنا كافئه بان هو الحكم المصري الوحيد اللي يروح كاس العالم. ربنا كافئه بان هو الحكم المصري الوحيد اللي بيطلب في بعض الدوريات ان هو يحكم فيها. ربنا كافئه بان هو الحكم الوحيد اللي بيروح في بطولات افريقيا عندنا في القاره. سبحان الله. لانه حكم بجد. كلمه حكم مش زيك يا ضلالي واقف على الفار، هات لي زاويه التسلل، هات لي زاويه مش عارف ايه، واقف على الفار ساعه وفي الاخر ما حسبتهاش. على الاقل ما فيها، مش هقول لك بقى انت ضيعت الدوري على الاهلي، اقل ما فيها نقطتين راحوا مني كان زماني بلعب دوري ابطال افريقيا دلوقتي. كان زمان السنه اللي جايه هلعب دوري ابطال افريقيا عادي خالص، بسبب محمود وفا. محمود وفا اللي ما يعرفش يعني ايه اكل عيشي، لازم يكون عنده ضمير فيه. راح وقف على الفار سنة. النهاردة سبحان الله، وقبل كده سبحان الله، وسبحان الله كتير بقت عدد كتير قوي بقى. مبروك يا زمالك الدوري المشبوه، مبروك الدوري المشبوه. ما فيش دوري بتاخدوه غير لما بيكون مشبوه، والله والله ما في دوري بتاخدوه غير لما بيكون مشبوه. كل دوري بتاخدوه بيكون يا اما في شبهة، يا اما الفرق بتساعدكم، يا اما اتحاد الكرة بيساعدكم. والسنة دي فيها كل حاجة ما شاء الله، كوكتيل كوكتيل. هو الدوريات دي اللي تلاقي عليكم، انما انت تاخده بمجهودك مش هتعرف، وانت عارف انك مش هتعرف. احنا اللي اديناكوا الفرصة، احنا اللي اديناكوا الفرصة. ادارة الاهلي اللي ادت الفرصة ان الزمالك ياخد الدوري. انت لو كنت بتلعب كده من اول الدوري كان زمانك اول الدوري من الدور الاول، حسمت الدوري. كان زمان درع الدوري ده معاك من الدور الاول، والله العظيم كان زمانه معاك من الدور الاول. درع الدوري ده اهو كان زمانه معاك من الدور الاول. انت متخيل؟ من قبل ما تلعب الست ماتشات بتوع الدور الثاني كنت انت بطل الدوري، لو انت بتلعب بالنظام ده من اول الدوري. زي ما لعبت ماتش الزمالك ولعبت ماتش انبي ولعبت ماتش المصري بالنظام ده اهو، انت كان زمانك بطل الدوري. يعني انت عندك الامكانيات ان انت تلعب، لكن احنا ما عندناش مدرب، ما عندناش مهاجم. خلصت يا ريس، خلصت. لازم الزمالك ياخد الدوري. افرح يا زمالك، افرح افرح يا حبيب قلب، حقك. ما انت مكبوت، حقك. قول لي ده الدوري رقم كام؟ رقم 15؟ اقول لك انا محتفل بيه سنه كام؟ اقول لك انا محتفل بيه سنه كام؟ 1978. اوه، نص قرن ده ولا ايه؟ محتفل بيه من نص قرن. اللي انت فرحان بيه ده انا محتفل بيه من نص قرن. انا معايا 45 دوري. طبعا انت، ده انا معايا دوري بال45 بتوعك. الدوري الاعجازي، الدوري اللي مفيش منه اتنين. عارفين كل اللي انت هتقوله زيطة. هتقعد تزيط بقى، هيقعدوا يزيطوا بقى. كل ده بسبب الإدارة اللي عندنا، وبسبب اللعيبة اللي عندنا، وبسبب الجهاز الفني المعتوه اللي عندنا. شوف زيطة بقى اليومين دول بقى، ما اقولكش زيطة بقى ايه. ما اقولكش ايه، حرفيا ما اقولكش. يا زمالك، الزمالك بطل الدوري المصري، بيراميدز راح دوري الابطال، الاهلي انتهى بالمطاف ان هو في الكونفدراليه. لاول مره في تاريخ الاهلي يروح الكونفدراليه، لانه لما لعب في الكونفدراليه في 2015 كان لعب بيه فيها بعد ما خسر في دوري الابطال، نزل للكونفدراليه. لكن اول مره الاهلي ينتقل بسبب ترتيبه في الدوري للكونفدراليه، لاول مره في تاريخه، على ايد يسرب، على ايد لاعيبه مش عايز اتكلم. عايزين نشوف الاهلي من تاني، عايزين نشوف الموسم اللي جاي هتعملوا ايه، عايزين نشوف اكتساح الموسم اللي جاي. سيبك من الناس اللي بتتكلم، سيبك من الناس اللي بتقلل. كل واحد لازم يحصل له مشكلة في الدنيا دي كلها. اي حاجة عموما بقى، الانسان بيبقى ماشي حياته طبيعي بيحصل له دروب. اي حاجة بيحصل لها دروب، فطبيعي ان الاهلي يحصل له دروب فترة. بس احنا اتعودنا ان الاهلي لما بيحصل له دروب بيرجع اقوى واقوى واقوى. وزي ما شفنا قبل كده قعدوا يتريقوا على خسارة الاهلي من صن داونز 5-0، الاهلي بعدها اكتسح افريقيا لسنين قدام. فاحنا عايزين نشوف ده من تاني، احنا عايزين نشوف ده من تاني. عايزين نشوف النادي الاهلي بيرجع من تاني، وبياكل النجيلة من تاني، وبياكل اي حد قدامه ويسكت ويخرسهم من تاني. احنا عايزين الاهلي يخرسهم، يخلوهم يخرسوا ويرجعوا لجحورهم من تاني. وده هيحصل ان شاء الله. جماهير الاهلي النهارده ما اثرتش مع الفرقه، جماهير الاهلي كانت معاه للاخر، وعلى المره قبل الحلوه. معاك يا اهلي، سلام.